السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم بهذه الحلوى ديال عيد الميلاد، تقدر تمشي معكم في اي مناسبه بغيتي ديروها. حلوى رائعه بكل معنى الكلمه وسهله وبسيطه. الى عجبكم الفيديو دعموه باللايكات ديالكم وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. تلقاو مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير هنايا غادي نحتاج كطبقه اساسيه البسكوي داكواز. ما غاديش نديرو بسكوي ديال جينواز، غادي نديرو بسكوي داكواز هو اللي كيتماشى مع هذه الحلوى اكثر. غادي ندير هنايا بياض ديال البيض، غادي ندير هنايا اللوز مطحون مسحتو طحنتو عادي. هنايا عندي سكر كلاصي، غادي ندير هنايا 40 غرام ديال الطحين، وغادي ندير هنايا نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخلي لكم الغرامات العبارات كاملين في صندوق الوصف. ضروري هنايا الغرامات غادي نحتاجو داكشي مدقق بزاف، يعني من الاحسن يكون عندكم الميزان الكتريك لانه هو اللي كيعطينا العبار اساسي، لان كما كتعرفوا البسكويت داكواز كنعتمدوا فيه على العبارات يكونوا مضبوطين، ما كنمشيوش على عيني ميزاني في هذا البسكويت داكواز نهائيا. غادي نضرب بياض ديال البيض، ندير معاه سكر كلاصي وسكر سنيده، نبقى نضربو حتى يولي ليا بحال هذا الشكل، حتى يشكل ليا هذا المنقار ديال العصفور. هنايا بطبيعه الحال سكر سنيده قسمته على جوج، غادي نبقى نزيدو بشويه بشويه. من بعد ملي يطلع ليا بزاف، انا سمحوا لي انا كنزرب في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نغربل سكر كلاصي مع الطحين، وغادي نغربل حتى اللوز اللي انا طحنته. كما قلت لكم انا طحنته غير مسحته وطحنته عادي. بغيتو ديروا هذاك يعني بغيتو تفسخوه وطحنوه يمكن لكم، ولكن ما كاينلاش، يعني انا غير طحنته بحال هكذاك بالقشور ديالو. غادي نخلط العناصر كاملين مع بعضياتهم. انا كما قلت لكم غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف يكونوا مضبوطين، يعني ضروري تعتمدوا على ضروري المقادير يكونوا مضبوطين باش تنجح لكم الوصفه. هذه الوصفه اللي درت في البسكوت داكواز وصفة ناجحة 100%. ديروها وغادي تنجح لكم من أول لحظة، من أول مرة. هنايا من بعد غادي ندخل المقادير بشوية بشوية، وغادي ندير بحال هاد الحركة بحال هكذا، بحال غادي نوجد لي ماكارون. من بعد ملي ندخل العناصر كاملين مع بعضياتهم، هنايا غادي ندير هذا الإطار هذا اللي كيتزاد وكيتنقص. نتوما ديروا المول اللي بغيتو. غادي نحطو في الطاوة ديالتي، وغادي نفرش لي بطبيعه الحال الكاغيط ديال الزبده، يعني كاغيط ديال الفران، وغادي نفرغ الخليط ديالي كامل. هنا الا بغيتو ديروا لابوش يمكن لكم، الا بغيتو يجيكم هذاك الشيء مساوي ديروها، يعني ماشي مشكل. انا ما غاديش نعتمدو، غادي نفرغ غير العجين ديالي كامل في هاد لاباط كامله. غادي نفرغها ونحاول ما امكن اني نديرها كطبقه متساويه، يعني ما يكونش شي حاجه طالعه وشي حاجه هابطه. ضروري ديروا داكشي يكون متساوي. من بعد غادي ندخلها للفران مشعول من الفوق ومن التحت واحد 8 دقائق. كتكون الطبقه ديالتنا موجوده، يعني البسكويت ديالك يكون موجود. هنا بطبيعه الحال غادي نخليه حتى ينشف على خاطر، يعني يبرد على خاطره عاد باش غادي نحيدها من المول. كما كتشوفوا يعني ما كتهرس ما حتى شي حاجه، يعني وصفه ناجحه 100%. اعتمدوها واكيد غادي تنجح معكم من اول مره. هنا من بعد غادي نخلي البسكوي ديالي غادي يبرد على خاطره، ومن بعد غادي نمشي نحضر لا كريم اونغليز. هنايا بطبيعه الحال هذاك البيض ديال البيض اللي خدمت به بسكوي هو الصفار ديالو هو اللي غادي نخدم به. هنايا عندي جيلاتين، غادي نحتاج هنايا الفاني. الا كان عندكم الفاني يعني الفاني اللي هو سائل او لا هذاك العود غادي يكون من الاحسن. انا متوفرش عندي، غادي ندير غير سكر فاني. غادي ندير هنايا الجيلاتين ديالي، غادي نديرها في الماء بارد باش ترخى ليا شي شويه. وهنا غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، غادي ندير معاه ساشي ديال الفاني، وغادي ندير معاه نص الكميه ديال السنيده. بطبيعه الحال كما قلت لكم غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. من بعد هنايا حتى مع الصفار ديال البيض غادي ندير واحد الصاجيه واحده اخرى، نضرب الكل مع بعضياتهم مزيان.
وفي هذه الوقيته انا راه جا درت الحليب كيسخن ليا مع السكر والفاني. غادي نضرب الصفار ديال البيض مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا. من بعد من غادي نشوف الحليب سخن ليا مزيان، يعني ما غاديش يغلى، غير غادي يسخن مزيان. غادي نزيدو على الصفار ديال البيض كما راكم تشوفوا. هاد الكريمه اونغليز كتجي رائعه وزوينه وكتعطي الحلويات كلاصي، كتعطيهم واحد المذاق ولا اروع. يعني داكشي يعني من الذوق الرفيع، يعني من الناس الذواقه اللي كيعجبهم شي حاجه اللي هي يعني كتستحق. من بعد هنايا غادي نفرغ الكل في المول ديالي، وغادي نعاود نرجعو العافيه من طبيعه الحال خصها تكون مهيله، ما تكونش مجهده وما تكونش مرخوفه بحال هكا. غادي نحرك الكل. هنايا من طبيعه الحال انا راه اعتمدت على الترمومتر ديال اللي كنعبر به الحراره. هنايا حتى كنحطو هنايا حتى كتوصل 82 درجه، ضروري توصل لهاد الدرجه باش نعرف بان الكريم ديالتي جاهزه. الا ما كانش عندكم ما كانش عندكم هذا الميزان، تقدروا ديروا يعني هذاك العود اللي كتحركوا به، تقدروا تدوزوا صبعكم الى ما بقاش الى ما تلقاوش، راه صافي كتلقاها موجوده. هنايا راه زدت في هذه المرحله راني زدت الجيلاتين منين حيت المول من العافيه، زدت عليه الجيلاتين راه ما بانش هنايا في هذه اللقطه هذه. غادي هذا الخليط هذا غادي نفرغوه على جوج. النص غادي نديرو مع الشكلاط الابيض وهنا، والنص غادي نديرو مع الشكلاط الاسود. هنايا راه كما هنايا درت 300 غرام ديال الشكلاط الابيض و 300 غرام ديال الشوكولاته السوداء. هنايا بغيتو ديروا الشوكولاته بالحليب يمكن لكم. من بعد غادي نبدا نخلط هذا الخليط هو باقي ساخن باش يذوب ليا الشكلاط. كما قلت لكم هنا راه في ديك المرحله اللي ما ديك اللقطه ما بانش ليا فاش زدت الجيلاتين. بمجرد ما حيت المول من العافيه زدت عليه الجيلاتين، حركت مزيان، ومن بعد فرغت الكريمه على الشكلاط. غادي نحرك الشكلاط الابيض مزيان تيذوب ليا، ومن بعد نفس الحاجه غادي نديرها مع الشكلاطه السوداء. ومن بعد غادي نخلي هاد جوج ديال الكريمات يبردوا ليا مزيان على خاطرهم غير في الكوزينه، نخليهم على جنب، ما ندخلهمش للثلاجه نهائيا، يعني واحد نص ساعه يعني اقل وغادي يكونوا بردوا ليا. من بعد هنايا من بين ما بردوا ليا هنا ضروري غادي نحاول نغطي بالبلاستيك الغذائي باش ما تشكلش ليا هذيك الطبقه من الفوق باش تبرد لي على خاطرها. كما راكم تشوفوا غادي نديرها بالنسبه للشوكولاته البيضاء، كما غادي نديرها بالشوكولاته بالحليب اولا الشوكولاته السوداء على حسب الاختيار ديالكم. من بعد غادي نمشي بعد ما غادي نغطيهم مزيان ونخليهم على جنب. كما راكم تشوفوا غادي نمشي باش نحضر الطبقه المقرمشه. هنايا الطبقه المقرمشه غادي ندير اسهل طبقه مقرمشه اللي ممكن تخيلوها، ماشي مكلفه نهائيا. غادي ناخذ هاد لي غوفخيت هادو، غادي نزيد عليهم غادي نزيد عليهم شوكولاته الدهن، غادي نطحنها مزيان في هاد المول هذا، وغادي نزيد عليها الشوكولاته ديال الدهن، وغادي تكون الطبقه المقرمشه ديالتي جاهزه. حيت كما عارفين ماشي كاع السيدات متوفر عندهم الفيوتين والشوكولاته السوداء، يعني المقادير باش كنوجدوا معاهم اولا البخاليني، ولا ماشي كاع السيدات متوفر عندهم هاد الطبقه المقرمشه. ولكن هاد لي غوفخيت موجودين في اي بلاصه، وشوكولاته ديال الدهن حتى اللي ما عندهاش تقدر توجدها في البيت ديالها. كنطحن هادشي كامل مع بعضياته وكنوجد وكنخلط نزيدو مع الشوكولاته ديال الدهن. هنا غادي نحتاج معلقه حتى 2 المعالق على حسب الكميات ديال لي غوفخيت اللي انايا محتاجه. يعني هاد الطبقه المقرمشه اقتصاديه وفي متناول الجميع، وكتجي سهله وزوينه، وكتعطي كتعطي واحد القرمشه غزاله للحلوى ديالتنا. هنايا من بعد غادي كما قلت لكم غادي نزيد 2 معالق ديال الشوكولاته ديال الدهن كما راكم تشوفوا، نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. ومن بعد غادي نخليها على جنب بينما وجدت الكريمه ديالتي اللي غادي نزيدها على لا كريم اونغليز اللي خليناها كتبرد. هنايا غادي كما راكم تشوفوا هنايا هاد الكريمه هذه كريمه نباتيه،
هي اللي كنعتمدها. انا ما كنديرش الكريمه اللي من اصل حيواني، يعني باش نقصوا شويه من الدهون وصافي. نتوما الا كتعتمد الا بغيتو ديروا الكريمه الاخرى تقدر تعتمدوها، ما كاين حتى شي مشكل. هنا بالنسبه لنا غادي نطرب هذه الكريمه، غادي نديرها سيمي مونتي، ماشي طالعه بزاف، يعني كما كتشوفوها راه باقا خاصها تطلع بزاف باش نديرها شونتي، ولكن انا غادي نكتفي غير بهذه المرحله. غادي هاد الكريمه غادي نقسمها على جوج. النص غادي نديرو في لاموس بالشوكولاته السوداء، والنص غادي نديرو في لاموس بالشوكولاته البيضاء. غادي نبقى نخلط بشويه كيما غادي ناخذ يعني الوقت ديالي الكافي باش نخلط الكريمه مع لا كريم فريش. من بعد هنايا غادي نمشي باش نمونطي الحلوى ديالتي. يعني هنايا نجيو لمرحله اننا نمونطيو الحلوى ديالتنا. بالنسبه للبسكوي داكواز كما عارفين ما كنحتاجوش نسقيوه، هو كيجي معلك، كتجي فيه هذاك المذاق ديال لي ماكارون، كيجي زوين بزاف. غادي نزيد عليه غادي ندير فوق منه الطبقه المقرمشه. هنايا كما شفتوا انايا من الجناب راني درت هذاك البابي الومنيوم كيباش الكريمه ديالتي ما تخرجش ليا من الجنب، حيت خليت من الجناب خليت الفراغ. من بعد غادي نفرغ الكريمه ديالتي بالشوكولاته السوداء، غادي نفرغها وغادي نسرحها مزيان على المول ديالي كما راكم تشوفوا. يعني نخدم غير بشويه ديالي، انا نخدم غير بشويه، ناخذ الوقت ديالي الكافي. هنا من بعد ما غنسرح الكريمه غادي ندخلها للفريزر، تاخذ على الاقل 1 ساعتين 3 سوايع تتقصح معايا مزيان هاد الطبقه. من بعد غادي نخرجها وغادي نزيد عليها الطبقه ديال ديال الكريمه بالشوكولاته البيضاء. يعني كما كتشوفوا الامور سهله وبسيطه، ما فيها حتى شي تعقيد نهائيا. انا متاكده ان هاد الحلوه الا درتوها غادي تكونوا مرتاحين في الخدمه ديالتها، والنتيجه غادي تكون ولا اروع. وغادي يعني ما غاديش تحشمكم مع الضيوف ديالكم، وليداتكم غادي يفرحوا بزاف، وعائله ديالتكم غادي يشكركم بزاف على هاد الحلوه، لانها سهله وبسيطه وشي حاجه اللي كتحمر لكم وجهكم قدام الضيوف ديالكم. غادي ندخلها للفريزر حتى هي. هنايا انا غادي نخليها تبات، ولكن نتوما تقدروا تخلوها حتى 6 سوايع وتخدموا بها عادي. بالنسبه للكلاصاج هنايا غادي نحتاج هنايا واحد الحليب، غادي نحتاج هنايا هنايا كما قلت لكم انها تقطع ليا. غادي نحتاج هنايا الكريمه، غادي نحتاج السكر، غادي نحتاج الماء، وغادي نحتاج الجليكوز، وغادي نحتاج الشوكولاته البيضاء والشوكولاته بالحليب والشوكولاته الشوكولاته السوداء مع شوكولاته بالحليب، انا خلطتهم بجوج. وغادي نحتاج الجيلاتين، وغادي نحتاج هنايا الكريمه. انا كما قلت لكم غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، لان المقادير مضبوطه ضروري تعتمدوها. ما غاديش ننجح لكم بالكاس اولا بالمعلقه نهائيا. غادي نزيد هنايا في المول هنايا يعني في الكاميله ديالتي الاناء، غادي ندير السكر وغادي ندير الماء. غادي نخليهم يغليو مع بعضياتهم مزيان واحد 10 دقائق. من بعد غادي نزيد الكريمه. كما هنايا درت الكريمه ديال الطبخ، كما تقدروا ديروا الكريمه ديال الحلويات عادي، لانها غادي نطيبوها ما غاديش نمونطيوها. يعني واخا ديروا كريمه ديال الطبخ ماشي مشكل. هنا الا ما كانش عندكم هاد الكريمه هذه تقدروا ديروا الحليب مركز، يعني يا ديروا الحليب مركز يا ديروا الكريمه وحده فيهم. من بعد غادي ندير هنايا الجليكوز ديالي. هنايا غادي ندير هادشي كامل، يعني 250 غرام كتعبر هاد الكميه. هنايا غادي نخلي هادشي كامل كيغلى ليا مع بعضياته مزيان. كما كتشوفوا ضروري السكر خصو يذوب ليا مزيان، يعني باش داكشي ما يجيش ما كتحسوش بشي حاجه السكر كتحسوا به وانتم كتاكلوا هاد الحلوه هذه. ضروري تخليو هاد الكلاصاج هذه يخدم مزيان، يطيب مزيان حتى يذوب لينا السكر مزيان. من بعد غادي نزيد الجيلاتين ديالي اللي كما شفتوا داب ليا في الماء، يعني غير ترخى شي شويه. النص ديال الكميه غادي نزيدها على الشوكولاته البيضاء، والنص ديال الكميه غادي نزيدها على الشوكولاته
بالحليب. انا خلطتهم بجوج، يعني الشوكولاته السوداء مع الشوكولاته بالحليب. من بعد غادي نخلطهم مع، يعني غادي ندمج العناصر مع بعضياتهم، يعني تقريبا بحال الشكل كيما وجدنا الكريم اونغليز، يعني تقريبا بحال هكاك. غادي نخلط العناصر مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا حتى الشوكولاته يذوب ليا مزيان كما راكم تشوفوا. ناخذ الوقت ديالي الكافي بالنسبه لجوج الانواع ديال الشوكولاته. هنايا من بعد بالنسبه لهاد الشوكولاته البيضاء انا زدت لها واحد شويه ديال الملون الابيض، لان كتعرفوا الشوكولاته البيضاء ما كتكونش بيضاء، يعني كتكون معها شويه ديال الصفوريه. هنايا غادي ضروري نميكسي الخليط ديالي كما كتشوفوا باش نتاكد ما كاينش يعني شي حاجه داك الشوائب كاين تما. من بعد غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان، يعني هاد الكلاصاج مع بعضياتهم. ندير هاد المول هذا اللي غادي يسهل عليا باش نفرغ الكلاصاج ديالي. انا هنا من بعد ما جبدتها كما قلت لكم انا خليتها باتت، درتها في هاد المول هذا، يعني تحت منها درت واحد الزلافه شي حاجه عاليه باش الكلاصاج ديالكم يمشي في هذيك الصينيه اللي انايا درتها من تحت، باش حتى الا بغيت عاوتاني نجمع هذاك الكلاصاج اللي طاح ليا ونعاود نفرغو على الحلوه ديالتي. الا بقى ليا شي حاجه في الجناب ولا شي حاجه نقدر نعرف كيفاش نعالج الامور. هنايا بالنسبه للحلوه ديالتي راه هي هذه. بعد ما فرغت الكلاصاج ديالي هنا الا بغيت نديكوريها يمكن ليا، بغيت نخليها غير بحال هكذاك هي راه عاطيه الديكور راسها، يعني ما تحتاجوش تشارجوها حتى بشي ديكورات. ولكن انايا حيت هاد الحلوه هذا غادي نديرها لواحد السيده كعيد ميلاد، غادي نحاول ما امكن ان نزيدها ديكورات اخرين في الجناب كما راكم تشوفوا. نتوما بطبيعه الحال ديروا لها الديكور اللي بغيتو، وتقدروا تخليوها حتى بحال هكذاك هي راه عاطيه المنظر راسها، ما تحتاج حتى شي ديكور اخر. غادي نزيد هنايا كما راكم تشوفوا كديكوروها على الذوق ديالكم. غادي ندير غادي ندير لي ماكارون، غادي ندير حتى هادوك يعني الديكورات ديال الشكلاط من هنا ومن هنا كما كتشوفوا. هنايا هاد الكويرات ديال الشوكولاته البيضاء يعني حضرتهم غير في البيت، تقدروا نتوما تشريوهم الا بغيتوهم، او الا بغيتو نوريكم كيفاش صيبت ليهم خلوها ليا في التعاليق. هنايا من طبيعه الحال كنستمر بان نزين الحلوه ديالتي. هنايا كما قلت لكم هاد الحلوه صيبتها لواحد السيده بمناسبه عيد الميلاد ديالها. الحلوه جات رائعه بزاف شكلا ومذاقا. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم من طبيعه الحال الفيديو دعموه باللايكات ديالكم وبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء، وباش تعم الفائده على الجميع. والناس اللي كيشوفوا القناه مرحبا بكم، الف مرحبا. شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم مع تتمه الفيديو، الى اللقاء.